كان واضح نيته، بس نسيت مخاوفي ومشيت معاه في زقاق ضلمة. مسك ايدي جامد ومشينا في الزقاق ووقفنا في اخره. بصيت حواليا وانا خايفة وما كنتش عارفة سبب وجودنا هنا، بس فجأة ايديه كانت على كتفي وزقني على الحيط وشفايفه كانت على رقبتي. بسرعة قعدت اصرخ واطلب ان حد يساعدني. ساعدوني، الحقوني. اسكتي، فوقتي متأخر، مفيش حد حوالينا هنا، بطلي تنادي على حد. مسك ايدي، ما كنتش عارفة اشيله، بس فهمت ان لو ما هربتش دلوقتي هتكون نهايتي. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، جايه لكم النهارده بقصه جديده. بس قبل ما نبدا، لو دي اول مره تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول باول، واعملوا لايك للقصه عشان توصل لاكبر عدد ممكن. وحابه اقول ان قصه النهارده حقيقيه وهنشوف ابطالها في اخر الفيديو. بالنسبه لاي حد مش صح ابدا انه يمشي لوحده بالليل، وبرضه غلط جدا انك تمشي مع حد غريب. انا عارفه ده دلوقتي، بس من سنتين لما كنت بتمشى في الجنينة ما كنتش فاكرة أبدا إن حاجة وحشة ممكن تحصل. أنا كنت بستمتع بالهدوء في الجنينة مع الهواء، لحد ما فجأة لقيت ظل الحاجة قدامي. في الأول فكرت إنه مش أكتر من حيوان شارع، بس لما قربت بدأت أفهم إنه ظل راجل. حسيت بأشعار في جسمي كله، خصوصا طريقة المشي بتاعته خلتني مش مرتاحة. وفجأة مشى تحت عمود النور وفي ابتسامة على وشه. ساعتها عرفت إن الراجل ده أبو واحدة صاحبتي اسمها لوسي، وكنا بنقضي مع بعض أوقات كتير في الجنينة بعد الظهر. فقعدت الخوف من جوايا ومشيت ناحيته وارتحت شوية. ازيك أستاذ كاسترو، أنا ليلى. عدى وقت طويل قوي ما شفناش بعض، زي باباكي ومامتك. أسئلته التقليدية خلتني مطمنة شوية. مشينا مع بعض وقعدنا نتكلم ونستعيد ذكرياتنا العائلية. اطمنت أكتر واحنا ماشيين، وكنت مبسوطة بالهوا بتاع بالليل والوقت متأخر. وشوية وكلامنا اتحول للأسوأ، وبدأت أحس تاني إني مش مرتاحة. قوليلي بقى يا ليلى، انتي مرتبطة بحد؟ انتي عارفة إني دايما على استعداد أقدم النصيحة. وطلع لسانه ولحس شفايفه وهو مركز معاه. قلت له شكرا، أنا كويسة. يا خسارة، طب تعالي أوريكي حاجة. كان واضح نيته، بس نسيت مخاوفي ومشيت معاه في زقاق ضلمة. مسك إيدي جامد ومشينا في الزقاق ووقفنا في آخره. بصيت حواليا وأنا خايفة وما كنتش عارفة سبب وجودنا هنا، بس فجأة إيديه كانت على كتفي وزقني على الحيط وشفايفه كانت على رقبتي. بسرعة قعدت أصرخ وأطلب إن حد يساعدني. ساعدوني، الحقوني. اسكتي، فوقتي متأخر، مفيش حد حوالينا هنا، بطلي تنادي على حد. مسك إيدي، ما كنتش عارفة أشيله، بس فهمت إن لو ما هربتش دلوقتي هتكون نهايتي. زقيته جامد وقدرت أفك نفسي وجريت على الجنينة بأسرع ما عندي. كنت سامعاه بيجري ورايا واستخبيت ورا شجرة. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بحاول أكون ساكتة، وكنت قادرة أسمع خطواته. ليلى تعالي، أنا بس عايزة أتكلم معاكي. وفضل يدور في الشجر اللي كنت مستخبية فيه، وكان خلاص هيوصلني وكان قدامي مباشرة. حطيت إيدي على بقي وحاولت ما اتحركش. كنت شايفاه من الشجرة اللي كنت وراه. كان شعره مجعد نازل من راسه الأصلع، وعينيه الغريبة اللي لونها باين إنه أخضر، والسواد اللي جوه عينيه رايح وجاي بيدور عليا. شكله الضخم كأنه كان زي الموز اللي كان مستنيني. مشى من المكان، بس لسه سامعاه وهو بينادي عليا. ليلى. أخيرا ما بقتش سامعة صوته ولا خطواته. طلعت من مكاني بسرعة وجريت لعربيتي. دخلت العربية وسقت لبيتي، بس ما وصلت شفت حاجة طلعت قلبي من مكانه. كنت شايفة عينيه وهو بيحاول يدور في شبابيك بيتي. شعره كان باين، وعرفت في ساعتها إنه كاسترو، أنا الغبية اللي عزمته هو وبنته قبل كده لبيتي. هو عارف بيتي. مشيت بالعربية في زقاق قبل ما يشوفني واتصلت بالشرطة. ألو، أنا محتاجة مساعدة، في راجل بره بيتي، أنا خايفة منه، هو كان ماشي ورايا وبيحاول يخطفني. اديتهم العنوان وقالوا لي إنهم هيجوا في أقرب وقت. وشفت كاسترو وهو بيبعد عن بيتي وكان ماشي زي الزومبي بالليل. فضلت مستنية الشرطة وبدعي إنه ما يهربش قبل ما هم يجوا. أما وصلت الشرطة فتشوا المنطقة، بس كان اختفى كأنه ما كانش موجود. وما دوروا في عربيته لقوا حاجة خلتني مت من الرعب. لقوا في شنطة العربية ملابس نسائية وشنط مليانة بالمجوهرات. الشرطة أخدت أمر بتفتيش بيته، وده اللي اتقال في الأخبار بعدها بأيام. هم لقوا بنات محجوزة في بيته من سنين. ما كنتش مصدقة إني هكون ضحية لمختطف متسلسل. كنت مرعوبة من فكرة إن خلاص كنت هكون واحدة من البنات دي اللي ما شافتش النهار تاني. أنا اتعلمت الدرس، أي حد بيفكر إن عمليات الخطف دي مش موجودة غلطان،
انت لازم تكون عارف اللي حواليك وتاخد بالك من الناس اللي بتثق فيهم. حتى لو كنت فاكر انك عارف الشخص ده، لازم تكون حذر. احمي حياتك. القصة اللي شفناها دي حقيقية. القصة المرعبة دي لأرييل كاسترو، وهو قاتل متسلسل وخطف 3 بنات بين 2002 و2004، والبنات ال3 فضلوا محتجزين في بيته لحد سنة 2013 أما عرفوا يهربوا. بعدها اتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن 1000 سنة، ومفيش إمكانية إنه يفرجوا عليه إفراج مشروط. ودي كانت حكاية النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان توصل لأكبر عدد ممكن، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة هكون مبسوطة جدا إنكم تكونوا جزء من عيلتنا، وأشوفكم إن شاء الله في القصة الجاية.